مرحبا. امبارح سألتكم على الانستغرام اي فيديو بتحبوا اصور، فيديو انكم تتحكموا بحياتي ليوم كامل ولا فيديو انكم تتحكموا في الجورنال. نزلت التصويت على الانستغرام واليوتيوب وراح اخذ رأي الاغلبية واصور الفيديو اللي بفوز. جبت تليفوني عشان نشوف النتائج مع بعض. راح اخذ المجموع بين الانستغرام واليوتيوب، والفيديو اللي بفوز بهاي الحالة هو انه تتحكموا بحياتي لمدة يوم كامل. الساعة حاليا 10، فهلأ موعد الفطور. أنا كتير جوعانة، فأول إشي رح أسألكم عنه هو الفطور. رح أنزل هاد الستوري، انتو تختاروا شو أفطر، فطور صحي ولا أفطر حبة كيت كات. بتمنى إنكم تختاروا الفطور الصحي لأني مريضة ومحتاجة إشي مغذي. أخيرا هاي النتيجة، الحمد لله أغلبكم صوت للفطور الصحي، فهذا اللي رح أعمله هلأ. الفطور الصحي اللي اعتمدته في الفترة الأخيرة هو البيض المقلي مع الجبنة، وكمان بستعمل معه خبز الشوفان. الحلو بهذا الخبز إنه كتير خفيف على المعدة، وبعرف إنهم بيستعملوه في الرجيم. جنب السندويشة رح أكل مشمش مجفف وتين مجفف. الفواكه المجففة كتير غنية بالحديد وما بتحتاج تحضير، فسهل تضيفوها على فطوركم. هدول ما قدرت أكملهم فرح أرجعهم على العلبة. في أيام بكتب فيها التودو ليست تاعتي في بداية النهار، وأيام بكتبها آخر النهار. واليوم بما إني ما بقدر أقرر، رح أسألكم على الانستغرام متى بتحبوا أكتبها، في بداية اليوم ولا في نهاية اليوم. أوكي، صورتها. رح أسألكم. الأغلبية اختاروا إني أكتب التودو ليست هلأ، فخلينا نكتبها مع بعض. اليوم ما عندي كتير أشياء لأنه عطلة، وكمان لأني مريضة ما راح أحط أشياء صعبة على التودو ليست. الأشياء اللي حابة أعملها اليوم هي أشياء هيك خفيفة ولطيفة. حابة أجرب كتاب التلوين اللي عندي، وبدي أعمل إسوارة أو تعليقة للتليفون بالخرز، وراح أطلع على المول مع صديقتي. شايفين هاد الكتاب؟ شريته المرة الماضية. أو ماي جاد، في نحلة. الكتاب اللي شريته المرة الماضية فيه صور للتلوين، صور. عجبتني هاي الرسمة تاعت الأرنب، وكمان عجبتني رسمة، في رسمة تانية فلامينغو. بدي ألون واحدة منهم، وبما إني بقدرش أقرر اليوم أي إشي، فراح أنزل تصويت على الإنستغرام تقرروا من خلاله أي رسمة ألون. 58% صوتوا للفلامينغو، و42% صوتوا للأرنب، والكل اختار الفلامينغو، ما في حدا مختار الأرنب. بس طبعا لازم أسألكم شو الألوان اللي راح أستعملها. في هدول الألوان اللي هم الدرجات الدافية زي الوردي والبنفسجي، تخيل راح يطلعوا حلوين إذا اخترتوا رسمة الفلامينغو. في هاي المجموعة الثانية من الألوان برضو شكلهم لطيف، وبتخيل راح يطلعوا حلوين على الفلامينغو والأرنب. أوكي، 70% من الناس اختاروا الألوان اللي فوق اللي هي الوردية، و30% اختاروا الألوان الزرقاء. برضو على اليوتيوب نفس الحكي، الأغلبية اختاروا كلر باليت الورد. هاي مجموعة الألوان اللي فازت بالتصويت، وكمان رسمة الفلامينغو هي اللي فازت بالتصويت. حس إنه هذا اللون لازم يكون هو اللون المسيطر على أغلب الرسمة. رح أحاول أعمل هيك وإن شاء الله يزبط معي. جاهزين تشوفوا الشكل النهائي للرسمة؟ تادا! عجبتني كثير بعد التلوين، الألوان اللي اخترتوها كانت موفقة ولابقة كتير على الرسمة. بصراحة تلوين الفلامينغو أخذ مني وقت أكتر
أكتر بكتير مما كنت أتخيل. كنت حاطة في بالي إنه رح نعمل أشي بالخرز زي ما حكيت في التودو ليست تاعتي، بس صديقتي هلأ رنت علي وحكت لي إنه نبكر طلعتنا، فما رح أعمل الخرز اليوم ولازم ألبس هلأ عشان ألحق المشوار. التقيت مع صديقتي في المول، وطبعا إحنا ما بنجتمع غير على الأكل، فبدنا نطلب أكل هلأ. وصلت على المول وبدي أطلب، مش عارفة أطلب سبواي ولا أطلب ماك، فنزلت بول على الانستغرام إنه أنتوا تحددوا ماك ولا سبواي. أنا بصراحة جعبالي سبواي، بتمنى إنكم تختاروا سبواي. للأسف الأغلبية اختاروا إننا نشتري من الماك، فهلأ راح نروح على الماك ونطلب. هاي أول مرة بحياتي بكون زعلانة لأني رايحة على الماك. وسألتكم على الانستغرام شو أطلب، الهابي ميل ولا وجبة الكبار العادية، وكان التصويت في الوقت اللي طلبت فيه هو الهابي ميل. طلبت الهابي ميل، بدي أشوف شو اللعبة اللي إجت معها. شو لعبة الأرض؟ أوكي. شو هاد؟ يا الله. كنت بدي لعبة ما حبيت. لازم تحب لعبة بوي. كان لازم اخترت لعبة أولاد أو شي زي كذا. شكرا أيها الماك على اللعبة اللي مش رح ألعبها أصلا. شكرا يا متابعيني إنكم خليتوني أعمل هذا الإشي. السندويشة كتير صغيرة حرفيا ما رح أشبع بالمرة. طلعوا ما أصغرها. هاي بيبي ساندويتش. شكرا. آخر لقمتين. أنا ما شبعت، أنا كتير جوعانة. أنا كتير زعلانة منكم. 1 2 3. اوكي رحنا على دي ان اي وقررنا نلعب بهاي الجيم. اتوقع اسمها ستريت فايتر. فزت. اوكي دقيقة خليني افوز على هاي القاتلة المجرمة. اوكي صاحبتي فازت براوند 2، هلا احنا براوند 3، فاللي راح يفوز راح يسيطر على العالم. للأسف اللي فاز بالجولة الثالثة هي صديقتي، وبالتالي هي اللي راح تسيطر على العالم. مبروك الفوز. باندا. اوه ماي جاد، في عندهم هامسترز. اجيب هامستر ولا اجيب يونيكورن؟ يونيكورن كتير كيوت. رح اسألكم على الانستغرام بستنى تجاوبوا، اجيب الهامستر ولا اجيب اليونيكورن؟ رجعت للبيت والدبدوب اللي فاز هو الهامستر. ياي شكله كتير لطيف. شكرا انكم اخترتوه، كتير حبيته مستعدة احضنه 24 ساعة. جبت هدول الماسكات، واحد على الخيار واحد على البرتقال عادك. فهذا رح يكون آخر سؤال اليوم لأني كتير تعبانة. أي ماسك أحط، ماسك الخيار ولا ماسك البرتقال؟ الماسك اللي فاز بالتصويت هو ماسك الخيار. أوه ماي جاد، بيشبه آنيا. شكله بضحك. بدي أقرأ التعليمات بس مش قادرة أشوف لأني مش لابسة نظارتي. أخلي الماسك على وجهي ربع ساعة وبعدين أشيله. يا جماعة الماسك كان بجنن. غسلت وجهي هلأ وحسيته كتير ناعم. في المرات الجاية لما أروح أكيد رح أجيب منه مرة تانية. أتمنى تكونوا استمتعتوا بفلوق اليوم. بعرف إنه ما كان فلوق مثالي خاصة إني مريضة وما عملت كل الأشياء، ما لحقت أعمل الخرز وبصراحة مش قادرة أعملهم، كتير تعبانة هلأ، فممكن نعملهم في فيديو تاني.
بس بتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو، وبشوفكم بالفيديو الجاي. باي.